مكترش بقى الملح لان التوابل بتاعت اللحمه كده كده بيبقى فيها ملح. حاجه بقى التقليبه بتاعتها دي. ومعاكم هنا من قريه الدلجمون، وزاره اولاد السبكي، شارع العزبه البحريه من عند المشايه. معاكم ام ياسين. هنعمل مع بعض بورما. البورما في ناس بتقول عليها تورلي، وفي ناس بتقول عليها بورما، ومشهوره برضو ورقه لحمه. في ناس بتقول عليها ورقه لحمه. طبعا بنحط لها بصل، وبنحط لها بطاطس، وبنحط لها جزر، وبنحط لها بسله. في ناس بتعملها بطاطس وبصل وطماطم بس، وكوسه وفاصوليا خضراء. نوضبها واحده واحده مع بعضينا اهو. معانا بعد ما قطعنا الخضار بتاعنا، طبعا صاحبها مش عايز فيها بسله ولا كلام من ده كله. نحط لها صلصه عشان تديها اللون اللي هو الذهبي الجميل بتاعنا. اهم حاجه بقى التتبيله بتاعتها. مكترش بقى الملح لان التوابل بتاعت اللحمه كده كده بيبقى فيها ملح. حاجه بقى التقليبه بتاعتها دي. ونرجع نغطي بالطبق الخضار. ثواني اجيب ميه. اديها الميه من الجنب، ما نديهاش الميه من النص عشان ما تاخدش التوابل معاها وتنزل. كده بقى المرحله الاخيره بنسلفلها. نديها ورقتين خلف بعض بس كده. بس هي كده بقى تكون جاهزه. بندخلها الفرن بقى من 2 ل3. يعني لو دخلت واحده تطلع 3، لو دخلت 2 تطلع 4. طبعا في ناس بتحبها حراقه، وفي ناس بتحبها مظبوطه. طبعا كل واحد وطلبه.